السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعرف ازاي نوضب الكرنب، ولو جات لكم كرنبة كده زي اللي انا فيه دلوقتي الكرنبة بعد ما اشتريتها لقيتها اتهبدت مني في الشارع واتكسرت كده زي ما انتوا شايفين وبقت حالتها حالة. اعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه. طبعا ده بيحصل لنا كلنا، ويعني هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. احنا حتى لو الكرومبه بتاعتي سليمه، ما حصلهاش اللي حصل للكرومبه بتاعتي، برضو هنسلقها بنفس الطريقه. احنا هنشوف بس طريقه التوضيب لو ده حصل معانا. طبعا احنا شاريين الحاجه والحاجه غاليه ومروحين بيها البيت، اكيد مش هنرميها يعني ونروح نشتري غيرها. فهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. انا كده بسلقها زيها زي اي كرومبه سليمه او مسلوقه، يعني المهم ان الكرومب بيسلق كده كل يعني دقيقتين كده، واطلع اللي على الوش، دقيقتين واطلع اللي على الوش. الورق اللي على الوش بيستوي طبعا، واللي جوه بيبقى لسه. فزي ما انتوا شايفين كده هقلب كده اقلب كده زي ما احنا شايفين. وايه اشوف الورق الاقيه طري، مش عايزاه مهرية، الورق بس يطرى بس، يا دوبك اللون الابيض بتاع الورق يطلع. مش عايزاه يبقى ابيض مش مسلوق، لا يعني بصوا في حته كده مش مسلوقه هحطها اهو. انا عايزه يبقى كله شكله مستوي مش مهري. تمام كده. ولو بقى طبعا الكرنبة عندكم وقعت اتكسرت زي ما حصل معايا، زي ما احنا شايفين كده، بصوا الحته اللي بقى فيها حته مش مستويه بحطها تاني. دي طريقه السوا يا جماعه. الكرنب ما بياخدش وقت خالص في السوا خالص. يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده هقلبها شمال ويمين وانا واقفه قدامها، ما اسيبهاش ولا اغطيها ولا اروح بعيد. ولازم الميه تكون بتغلي لما احط الكرنب ده. ليه؟ الميه لو كانت مش بتغلي الكرنبه بتاعتي هتبقى مجلده، يعني لما نيجي ناكله هيبقى مجلد. دي برضو حاجه لازم نكون عارفينها. الميه لازم تكون بتغلي غليان واحنا بنسقط الكرنبه فيها. فبدأ بطلع كده زي ما انتوا شايفين. بصوا خلاص، الموضوع سهل جدا وبسيط خالص، مياخدش معايا وقت، وكده استلقت ما يتهريش مننا. يعني ننزل الكرنب كده نقلبها شمال ويمين، وزي ما انتوا شايفين طلعناها. هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي، عشان ايه احنا حالتنا صعبة شوية. او زي ما انتوا شايفين، شوفوا انا بشيل الحتة الحتة اللي فيها العروق دي بشيلها خالص. وبصوا بفتحها كده شمال ويمين وابص بقى اشوف انا هعمل ايه، لان دي طبعا مش زي اي كرومب عادي. دي بنتعامل معاها معاملة خاصة، بس هتطلع في النهاية مية مية وسليمة وما فيهاش حتة مقطوعة. وهنشوف هتشوفوا مع بعض. انتوا طبعا شفتوا الكرومبة كانت مكسرة ازاي، يعني بصوا هتلاقوها حتى مهربدة معايا بس انا بقى هعرف اظبطها. بصوا مهربدة ازاي. انا الحاجات اللي مقطعة زيادة عن اللزوم بشيلها كده من الجناب. بصوا هتتداوى ومش هتبان اصلا انها كانت مكسرة ولا كان فيها اي حاجة خالص. زي ما احنا شايفين بطلع كده الورق الصغير ده، برضو بحتاجه ساعات تبقى فيه ورقة صغيرة عايزة اطولها شوية، راح مطولها بحتة ورقة. يعني حتى اللي بيتقطع الصغير ده مش هنهدره. بصوا كرومبة كانت مفرتكة، محدش يصدق ان دي كان يطلع منها ورق سليم اصلا. ف لا مفيش حاجة ملهاش حل، مفيش حاجة ملهاش حل. او زي ما احنا شايفين بندويها، واللي بيطلع ده كمان ما برمهوش، بكمل بيه اهو. زي ما احنا شايفين، بص شو شايفين، موضوع سهل جدا وماشي معايا. بصوا دي مهربده ازاي، كل ده هيتداوى مفيش حاجه هتبان. بصوا شايفين انا بعمل ايه. انا ما بحبش الصباع المحشي يبقى كبير، فبحب اقطعه كده صغنن.
بصوا اللي بلاقيها بقى كده مشروخة اروح قطع من عندها كده. بصوا دوينا ولا ما دويناش؟ البنات بقى اللي بيحصل معاها حاجات زي كده ولسه عرايس جداد، وطبعا كده هم اتحطوا في موقف منيل، يعني مش عارفوا يعملوا ايه. خلاص ده هو ده الاكل النهارده، وانا خلاص يعني جبتها وحصل اللي حصل. بصوا مكسره ازاي مني خالص. بصوا ظبطتها جدا جدا يعني. فهنعمل ايه بقى وهنتصرف ازاي بقى؟ وجوزي زمانه جاي وهتبقى مصيبه سودا لو ما عملتش المحشي اللي طلبه. رحت بقى زي ما انتوا شايفين كده اتصرفت. شايفين انا بعمل ايه؟ يا نهار ابيض، دي مقطعه خالص، معقوله دي هتبقى سليمه؟ هنشوف. زي ما احنا شايفين كده. ايه رايكم بقى؟ الورقه ما طلعش منها حاجه. بصوا يا جماعه، بصي يا قمرايه انتي وهي وهي وهي، مفيش حاجه بتترمي. بظبط كل حاجه. ما اصل طب هنعمل ايه؟ احنا خلاص يعني اتحطينا في الموقف. اهي مفرتكه. حد يصدق ان دي هتطلع منها ورقه اصلا؟ مستحيل. لكن الجيش قالك اتصرف، فانا لازم اتصرف. ما انا جوزي جاي وعايز اكل يعني، وعايز محشي، فلازم اعمل المحشي. بصوا الورقه طلعتها ورقه تمام التمام واخر جمال يا ريس. اهو زي ما احنا شايفين كل حاجه بتطلع تمام التمام. الورق الصغنن ده زي ما قلت لكم ساعات بيبقى معايا ورقه صغنونه بكمل بيها، او بحطه في الحله من تحت، لاني انا عشان الكرنب بتاعي ما يتلسعش ولا حاجه، فبحط من تحت ايه، ورق او عروش او اي حاجه يعني. اهو اتصرفنا ولا ما اتصرفناش؟ احنا المصريين مفيش حاجه بتقف قصادنا. بصوا عملت الكرنبه ما طلعش منها تهدير. بصوا